العربيه شرفات الكره العربيه في هذا المونديال ديال قطر، وماركي تولد اوبستاكل بالرغم من العراقيل المشاكل كلها كره كتوحد الجماهير. كنا كنتوقعوا هذا الفوز هذا، وحنا واثقين 100% في المنتخب ديالنا انه غادي يفوز لنا هذا الفوز هذا، وفرحنا كاملين. ولادنا رجال سبوعه رايتنا راه مرفوعه. كنهنى الوالد الركراكي على سميتو التعليمات اللي عطى اللاعبين اللعابه ديالو بصفتي صحراويه من منطقه الجنوب. انا افتخر بالرايه المغربيه اللي هزوها في دوله قطر. المغرب فرحنا اليوم من 1986 المنتخب المغربي ما عمره اي منتخب مغربي ولا منتخب افريقي ولا منتخب عربي ما عمره طلع الفريق الدور الثمن، وهذا اليوم تكون مناسبه، يكون احتفال، يكون عيد وطني لدى المغاربه. داك الشيء علاش خرجنا وفرحانين بزاف وكنتمناو التوفيق. نتمناو ان هذا الانجاز يتكرر في الثمن ويدوزوا للربوع. المقابله ديال المنتخب اليوم كانت جيده على العموم، وكنتمناو ان شاء الله الصعود الادوار القادمه ان شاء الله. كنشكروا الناصر على التاهل هذا والمغرب كامل، المنتخب المغربي ان شاء الله نهايه. الدور الثاني نقدروا نقولوا انه غادي يكون احسن من هذا الدور الاول اللي داز فيه دابا حاليا، ونتمنوا ليه التوفيق. احنا اليوم فرحانين بالمنتخب اللي نجح وديما مغربي. توفيق الأوسط أطلس وفرحة كبيرة بزاف، يعني هو ثاني مرة يطلعوا لنا الدور الثاني. وتنشكروا جميع اللعابه من طاقم ومن مدرب ومن اللعابه وجميع المكونات ديال المنتخب الوطني.